مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. وصفتنا اليوم اكله غريبه شوي، يعني ما هي من الوصفات اللي نحن متعودين عليها، هي غريبه شوي. انا كنت دائما بالمدرسه اشوف السويديين يقدموا لحمه مخلوطه مع ملفوف يعني، ومطبوخة هيك ألاقيها طعمتها كتير طيبة، يعني طعمتها غريبة وهيك إلها طراوة يعني، فحبيت أجرب بس بطريقتي. لذلك اليوم قررت إنه أعمل قراص كبابة لحمة، وأخلط معهم شوية خضار مع ملفوف، وأقدم جنبها سلطة وبطاطا. وبدي أعملها بطريقة صحية، لذلك ما رح أحط لها دسم، والبطاطا رح أعملها بالفرن. أول شي عندي اللحمة، هون رح أضيف لها توم وخضار، قلت لكم بصل وجزر وملفوف وشوية بهارات. أول شي رح أقلي البصل بزيت الزيتون، حطيت حوالي بصلة هيك كبيرة، ونص كيلو لحمة أنا رح أعمل. وبس تتقلى شوي البصلة وتدبل رح أضيف عليها الجزر. حطيت تقريبا جزرتين حجم وسط، بشرتهم بالمبشرة، ضفتهم فوق البصل وبقلب لحتى يدبلوا. وهلأ رح أضيف عليهم الملفوف. الملفوف حطيت حوالي نص راس صغير طبعا، لأنه الملفوف تعرفوا كميته بس تفرموه كتير بتطلع كميته كبيرة. إيه بقى، أنا راس كتير صغير قسمته نصه، نصه فرمته، طبعا فرمته فرم ناعم، وضفته فوق الجزر والبصل. وهلا رح، وبده كمان كان تنعيم اكثر من هيك يعني، بس انا يعني اول مره انه عم بجرب هاي الاكله. فبضل بقلب فيه لحتى يدبلوا ويستووا مثل عادة، يعني لازم الملفوف تقريبا يستوي، لأنه شفتوا اللحمة فورا بتستوي. لما بخلطه مع اللحمة فورا بيستوي، يعني ما بياخد وقت كتير، لذلك لازم يستوي هون بالتقلاية. وهلا مثل ما لكم شايفين شقد نقص حجمه بعد ما تقلى واستوى. هلا هيك صار جاهز، رح احطه بصحن مشان بدي اضيف عليه اللحمة. وهلا رح اتبل البطاطا. عندي هاي البطاطا بتجي جاهزة، يعني هيك بقشرة ما هي مقشرة ومقطعة هيك حزوز، هي بتجي جاهزة للقلي. بس أنا ما رح أقليها اليوم، رح أتبلها وأحطها بالفرن. حطيت لها توم وكزبرة ودبس فليفلة وعصير ليمون وزيت زيتون وملح طبعا، وخلطتها منيح. وهلا رح احطها بالفرن دوبها تستوي لبين ما تخلص اللحمة. وهلا بنرجع للحمة. بعد ما قليت الخضار لحالهم على طرف البصل والجزر والملفوف واستووا، بجي بدي اخلطهم مع اللحمة وبحط لها اضافات شوي. حطيت لها سنين توم، وراح احط شوي سبع بهارات وشوي فلفل اسود وشوية كزبرة يابسة وملح طبعا. وبدي اعجنهم منيح مع بعض، يعني بخلطهم تمام مع بعض. بعدين بدي أقرصها بقى وأخبز اللحمة أشوية يعني. هلا هو أنا شويتها على الغاز، عملتها مثل قراص وشويتها على الغاز، بس أنا غلطت لأنه حسيتها شوي هيك عذبتني وصارت تفرط كتير، فرطت معي أنا عم بساويها، لأنه شفتوا إلها خضار كتير يعني، والخضار يعني قد ما تخلطت معها بس بتضل هيك يعني ما بتتماسك. فالطريقة الأزبط يعني غير مرات بدي أعملها بالفرن. هلأ إذا بتقرصوها وتحطوها بصينية وتحطوها بالفرن كتير أسهل، وبتستوي على راحتها وما بدها تقليب ولا بدها شي. هو التقليب اللي خلاها تفرط يعني، لأنه إجباري على الغاز، إجباري كل شوي بدي أقلبها، لذلك صارت تفرط. فمرة تانية بدي أعملها بالفرن، أقرصها وأحطها بصينية وأحطها بالفرن مع البطاطا، وأسهل وأسرع وبتضل متماسكة ومحافظة على شكلها. هلأ هيك شوفوني قرصتهم عملتهم بهالشكل هيك، وكمان ما تسمكون كتير مشان يستووا يعني بقلبهم. هلا هي بما انه اكلي اول مره عم بعملها، لذلك الا ما يطلع اخطاء يعني اثناء الشغل مجربه، فبيطلع معي اخطاء. فانا بحاول اشارككم كل الاخطاء مشان انتم اذا بدها تعيدوها مشان تتجنبوا هاي الاخطاء وتنجح معكم من اول مره، ومشان ما تتعذبوا كمان إذا رح تعملوها وتدعوا علي بعدين. أنا جد يعني بحب أنصحكم بالأكلات الطيبة، وبنفس الوقت بريد أعطيكم الطريقة السهلة والسلسة مشان تدعولي وتكونوا مبسوطين. وصراحة بنصحكم تجربوها، لأنه عن جد أكلة كتير 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 لذيذة. قد ما قلت لكم طعمة اللحمة بعد ما خلصت يعني ما بتصدقوا، ما كأنه عم تاكلوا لحمة، ما بعرف يعني بقلبها هيك في شيء مو بشكل مو طبيعي، كتير لذيذة. هلا هيك خلصتهم تقريص، قرصتهم بهالشكل. هلا انا هون مثل ما قلت لكم جيت شويتهم على الغاز. انا المشكله مصوره الفيديو، لو مالي مصورته
كنت عدّلت يعني وحطيتهم بالفرن وكذا، بس أنا مصورته هيك وزبطت هي، بس يعني بالفرن أسهل وأسرع وبتطلع أزبط، يعني هيك القراص أغلبهم فرطوا معي يعني بالزور لحتى شلتهم. وأنا صرت أقلّب كتير، أنا كتير عجولة بالشغل، يعني باحاول هيك بدي أخلص بسرعة، والطبخ بالذات يعني نصيحة، إذا كنتِ عجولة لا تدخلي على المطبخ، أو إذا كنتِ مستعجلة، يعني مو إنه عجولة، إذا كنتِ مستعجلة أو يومِك مروّق لا تدخلي على المطبخ ولا تعملي شي، لإنه شايفين شلون فرطوا؟ هيك يعني باقصد، صار يطلع منّن الملفوف والهيّ. إذا كنتِ مستعجلة أو معبوطة أو نفسيتِك مو تمام، لا تدخلي على المطبخ ولا تشتغلي، لإنه الأكل بالذات كتير كتير بده رواق وكتير بده تأني وبده بال طويل. هلأ أنا عجولة بكل شي، بس صراحة كتير إلي بال على الطبخ، لإني أنا باحب الطبخ يعني. بس إذا كنت يعني أحيان ستريس أو مالي خلق أطبخ أو مالي نفس إنه أعمل شي، فبتجنب ما بدخل على المطبخ أبدا مشان ما أخبص، لأني بس أدخل على المطبخ بكون بكامل النفسية الحلوة وكذا مشان تطلع معي أكلة طيبة، لأنه يعني بس واحد هيك طبخ بنفس وبحب بتطلع معه الأكلة غير شكل. وهلا هيك خلصت قليناها مثل ما تكونوا شايفين، ويعني بالزور تماسكت معي، لو بالفرن كان طلعت تمام، حتى فيكم تمدوها بصينية وتقطعوها مثل ما قلت لكم، مثل ما أنا كنت أشوفها يعني مو أشوفها دقتها، يعني ما شفتهم عم بيعملوها السويدين، دقتها بالمدرسة يعني. هيك خلصت البطاطا، طلعت من الفرن كمان تتبيلتها بتجنن كتير طيبة. والسلطة هاي أختي الله يسلم إيديها حضرت لنا إياها، سلطة أختي يعني رائعة لا يعلى عليها، كتير بالها طويل على السلطة. بس تجي لعندي يعني ما بننقطع من السلطة أبدا، أنا بتكاسل صراحة عن السلطة، وخصوصي إذا فيها يعني بفرم سلطة، بس بفرم هيك بشكل سريع، ويعني مو كل الخضار، اختي بالها طويل وبتفرم كل الخضار، يعني شايفين ما بتنقص البصل، ما بتنقص الجزر، وكل الخضار بتحطهم، وكتير بتطلع معها طيبة السلطة، يعني مميزة وهيك بتنعمها، يعني بالها طويل. ايه المهم الوجبة طلعت كتير كتير طيبة، بنصحكن تجربوها وبنصحكن تعملوها، عن جد وجبة صحية، يعني وجبة صحية وطيبة بنفس الوقت، بتنفع للرجيم إذا كان عرفتوا يعني حددتوا الأوزان، لأنه الرجيم بده يكون أوزان مزبوطة، يعني بطاطا لازم يكون كمية محددة، اللحمة كمية محددة وهيك. إيه هيك خلصت وصفتنا لليوم، يعني بتمنى تكون عجبتكم وبتمنى تكون حبيتوا الفيديو واستمتعتوا معنا، وبتشكركم كتير على المتابعة، بعرف طولت كتير بالحكي، اعذروني، بس لازم الفيديو أطبقه على 8 دقايق، هيك قانون اليوتيوب، يعني لحتى ينقبل الفيديو ينزل عليه إعلانات. شكرا كتير على متابعتكم، وإذا أول مرة بتزوروا قناتي بتمنى تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وأهلا وسهلا فيكم وباي باي.